ايه. وهم لقيت بوكس مع الهدية، قال لي هذا البوكس، والله هذا حقك. انا بعد ما رجعت من اهلي لقيته زين. قال لي هذا حقك وروحي شوفي نفسك، الله يشاء، والله هذا حقك. المهم اسمعك. اي بعد انا من هذاك الوقت، هذا الكلام من 4 شهور، من هذاك الوقت ابي الباسورد، وحصلته وفتشت، وفعلا طلع في اكثر من بنية، وطلع في حساب ثاني على السناب. فهو يعني بس يغيب انا افتش، ممكن تجي اشعارات، يجي شيء، فمبين انه التلفون انفتح مثلا، عرفتي؟ فعرف انه انا افتش. بس لحظة يا بعدي، لحظة شوي، لحظة شوي حبيبتي. هلا. ايوه حبيبتي، عذرا منك والله، فهو تفضلي اول شيء حس، بعدين كملي يا لوجين. اي اقول ايه. عرف انه فتشت زين. فمن كم يوم حطيت حساب ثاني على السناب، وبين عنده، قال لي عليش؟ قلت له عندي صور ومقاطع فيديو خاصة وأبي أحفظها. قال لي وعليش وليش الحساب؟ قلت له تبي تعرف أنت وكل الملأ والعالمين إن شاء الله ليش أنا حطيت هذا الحساب، بس أصبر. فهو هني خاف إنه أكون عندي صور ومقاطع فيديو. قعدت الصبح لقيته من غير الباسورد. هذا اليوم غير الباسورد. ايه. ف ايه راح غيره. غير. ما درى انك انت كشفتيه. إيه طبعا ما تواجهنا، انت ليش فتشتي تلفوني، ولا انت ليش عندك بنات على تلفونك، ما تواجهنا. بس هو يعني اثنين فاهمين بعض وساكتين زين. ايه. ف ايه. انا ايوه. هذا اقول لك، تراني لما قبل لا تغير الباسورد تراني عندي صور ومقاطع، وترى اذا ما اثبتت لي انه انت كذا وكذا وبطلت هالسوالف، ومثل ما انت تبي زوجة صالحة انا هم ابي زوج صالح وكذا. يعني هل اهدده ولا هو غير الباسورد وانا اظل ساكتة؟ مو انه يعني ان اهدده، انه اقول له ترى ايه، بمعنى التهديد البلا.